من أكثر الأسئلة اللي بتسأل لمركز صحة الرجال العدد المناسب للممارسة الزوجية في الأسبوع. الإجابة عن السؤال ده لازم نقسمها لحاجتين. أولاً، فايدة العلاقة الزوجية. عايزين نأكد على إنه العلاقة الزوجية هي المتنفس الوحيد العاطفي والبيولوجي للراجل والمرأة، وربنا جعل أكتر متعة الإنسان سواء ذكر أو أنثى بيحسها، وأعلى متعة هي في العلاقة الجنسية. واكبر دليل على كده انه العقوبه بتاعه الدين للعلاقات اللي خارج اطار الزوجيه عقوبتها شديده، لانه ربنا سبحانه وتعالى عارف انه متعه فيها بتبقى شديده، فبالتالي غلظ العقوبه عليها علشان خاطر على قدر المتعه قدر العقاب. طيب النهارده العدد النموذجي للممارسه الزوجيه، نقول سؤال قبل ده: هي العلاقة الزوجية مفيدة ولا مضرة؟ بمعنى هل الراجل لو مارس العلاقة الزوجية بصفة منتظمة وليكن يوم بعد يوم دي تفيده أكتر ولا تهلكه أو تضره صحيا؟ ثبت علميا إنه الرجالة اللي بتمارس العلاقة الزوجية بانتظام صحتهم الجنسية والفسيولوجية والبيولوجية أعلى من اللي بيمارسوا على فترات طويلة. ليه؟ هنقوله ليه. كذلك السيدات اللي بتمارس العلاقة الزوجية بصفة منتظمة بتبقى هرموناتهم وحالتهم النفسية والبيولوجية بتبقى أفضل وأسعد. هنا النهاردة لازم نيجي بقى نقول إيه فايدة العلاقة الزوجية وإزاي هي متنفس لجميع أعضاء الجسم. العلاقة الزوجية بتبدأ بإشارات من المخ ثم الغدد ثم الأعضاء التناسلية. فالبيولوجية بتاعت بداية العملية العلاقة الزوجية من أولها، من أول مرحلة العواطف والهرمونات اللي بتطلع أثناء تبادل المشاعر في الأول والتقارب بين الزوجين الحسي، كل الأمور دي بتخلي الهرمونات والإفرازات بتتراكم علشان في لحظة المتعة والنشوة الجنسية للطرفين بتفرز جميع الهرمونات ويحصل ريست للجسم، وبالتالي يرجع لحالته البدائية اللي هي ضبط المصنع. يعني كل الهرمونات وامور اللي ربنا خلقها علشان خاطر تساعد اتمام العلاقه الزوجيه بتبقى جاهزه انها تطلع، ولما بتطلع بيرجع كل اعضاء الجسم بتشتغل بطاقه كامله علشان تعيد افراز كل اللي طلع. فبالتالي الجسم بيبقى اكتف، بيبقى نشيط، بيبقى فيه حيويه، فيه دمويه، في راحة نفسية، الدوبامين بيبقى عالي، السيروتونين بيبقى عالي، الأمور بتبقى مستقرة. وإن شاء الله نكمل الحلقة الجاية.